ماما، فيني يطلب مني طلب؟ من عيوني شو ما كان. لا بقى تجي لعندي، لا بقى تشوفيني، بس يومين، يومين مو أكتر. ليش؟ لأنك لما عم تجي لهون عم بتحزب، وأكيد أنت عم تتحسبي أكثر مني. لا تحمل همي، أنت كبدي يا رام. مشان الله بوس ايدك، بس يومين. ما بقدر، ما بقدر. طيب طيب، مثل ما بدك. على مين عم ببكي أنا؟ عليكم ولا على حالي؟ تسافر وبتغيب، ترجع لحضنا غريب. بتسافر وبتغيب، ترجع لحضنا غريب. بلحظة صبر حلم انكسر، ما بيبرق وما يطيب، ما بيبرق وما يطيب. ما خلينا شارع ما مرقنا فيه، ما له أثر. والدوريات الثانية كمان مشطوا شوارع الشام وما في فايدة. مو شغلة غريبة سيادة العقيد، إذا واحد ما له إلا الشوارع وبالشوارع مو موجود، وينه؟ خافي حاله، متخبي. لأنه لو كان مجنون كان المفروض إنه يضل بالشوارع. معقول مات سيدي؟ لا ما مات، أنا واثق. وسيادة العميد خايف يكون في شبكة وراه. لو كان في شبكة وراه كانوا استخدموا غيره. لو نزلوا واحد تاني للشوارع رح ينكشف إنه تنظيم له علاقة بالطابور الخامس، والطابور الخامس يعني دولة معادية. بتصور إنه سيادة العميد سير دوريات بكل المحافظات ليعرفوا إذا كان في واحد مثل حكايته ولا لا، لأنه الكلام اللي عم يقوله تشويش لسياسة البلد الداخلية، عم بيعمل بلبلة ما لها أصل. اي والله ما لها أصل. أنت بتتذكر كان في واحد على البركة يلف في شوارع دمشق ويغني ويقول عصفوري يا عصفور. هذا الكلام كان من زمان. هداك كان عم يقول كلام بالعظم، بس كان كلامه له علاقة بالثقافة والفلسفة، لأنه قبل ما يجن كان مثقف. بينما هاد كل كلامه نشر غسيل وتشويه لسياسة الدولة. أنا متأكد إنه كانوا بيعرفوا هداك لحتى نزلوا شبيه له على أساس مجنون وما في مين يحاسبه. بس صدقني ما رح يفلت مني لا هو ولا اللي وراه. يعني مواصل البحث عنه؟ بس أعرف وين أراضيه بدي أسحب لسانه من حلقه. قال ما بدي حسنة بدي حقي. قال لك ليش عم تحطوا راسكم بالرمل مثل النعامة؟ لك ليش عم تحطوا راسكم بالرمل مثل النعامة؟ لك إذا بدهم يزيدوا الرواتب ليش ما يغلوا الأسعار؟ رقصتي يا جدع على الدقة ونص، 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 رقصتي يا جدع على الدقة ونص. لك ولي عليك شو غليظ، مالك ثقة بحدا. غريب عجيب انت، حدا بيترك كل هالاشكال الحلوه وبيوشي الميزان. انا بالنسبه لي الميزان له علاقه بالعداله، والعداله شيء كثير هام وضروري. هلا بدك تقنعني انه في عداله بالكون؟ طبعا في. انا العداله بالنسبه لي اني ما اسكت عن الظلم اذا ظلمت، وانه اذا لي حق لازم اخذه ولو بالقوه. هيك عداله بانه كوكب موجوده عنا بالارض. انا طول عمري ماشي على هالاساس، الا اذا كانت العداله ضد الانظمه. بالعكس، هذا الاساس للانظمه، بس يعني منظر الميزان على ايدك ما رح يكون حلو.
لا تخاف، هلا حكيم بتوصل. خالص هيك؟ مبروك. وهدول؟ هدول هلا بروح بمسح لك اياهم سبيرتو. شوف. مبروك معلم. عمو برهان؟ منك ما بحب اسمع كلمة عمو. كيفك؟ منيحة، شو عم تعمل هون؟ كنت عند مديركم وما بيشرب فنجان قهوة. قلت اجي شوفك وسلم عليكي. كلك ذوق. بالمناسبة أنا فتحت له موضوع استقالتك للدكتور فوافق. ولو أنه كان الموضوع محرج بالنسبة له، قال ممكن يسرحك تسريح تعسفي، مثلا لعدم التزامك بالدوام الرسمي. لا. وبهالحالة التعويض اللي حتاخديه من المستشفى حيروح عليكي، بس أنا بعوض لك إياه، وهيك ما حتخسر شيء أبدا. قلت له عن اسمي؟ لا طبعا، أنا كنت بدي جس نبضه وآخذ موافقته وأخذتها. تسريح تعسف يعني بالمستقبل ما بقى ولا مستشفى تقبلني. وبالناقص ستي ليش الوظيفة جايبة همها؟ أنا قلت لك بأمن لك وظيفة أحسن منها وبراتب 3 أضعاف الراتب اللي عم تاخديه هون. أنت قديش باقي لدوامك؟ بكير. بتصور باقي 3 ساعات، صح؟ إذا بعد 3 ساعات بتلاقيني عم استناكي على الباب. ليش؟ ليش؟ لأني عازمك على الغداء ولحالنا هالمرة. في موضوع خاص حابب أحكي معك. أرجوك لا تعتذري. هلا أنت ما صار عندك فضول تعرفي شو هو الموضوع الخاص؟ بصراحة بلا. إذا لقاءنا بعد 3 ساعات قدام الباب. خاطرك. وهاي احلى جات فواكه عشان اذا نشف ريقك. انت اللي بدي ينشف ريقك لانه انت اللي بدك تحكي. انا قصدي انه ريقك رح ينشف من الكلام اللي بدك تسمعيه مني. انت مش اهم اشي عندك تعرفي كيف وصل الفيروس لدمي؟ الاهم اني اعرف عن حياتك قبل المرض. ما هو نفس الاشي. لا تعرفي كيف وصل الفيروس لدمي لازم تعرفي كيف بلشت المسألة. غلبتني. نبلش؟ بعد اذنك انا وصيت على قهوة. كمان؟ كمان. كيف تشربيها؟ سادة. زي حالاتي. عن اذنك. كأنه أكتر واحد متأقلم مع حالته. يا خلود، خلودة، مو معقول شو سمعتي؟ أنا سمعتي له ليه؟ رعبتيني. شو بدك؟ بدي تنشري لي اياه لاني تعبت. عصرتيهم مني؟ انت يا سريان، انت اقوى مني. أنا حكيت كل إشي للدكتور مازن مدير المركز يلي أجيتي هداك اليوم أنت وياه، وحكيت نفس الإشي بالأردن. بس إلك راح بحكي لك بالتفصيل أكثر، وإذا ما نشف ريقك ما بيكون اسمي سرور. أنا حابة ينشف ريقي. طيب، قلت لك هذاك اليوم إني فلسطيني من الأرض المحتلة من ال48. كنت أسير عند الإسرائيليين قبل ما يرحلوني على الأردن. قعدت بضيافتهم 1 وشهرين 2. وليش أسروك؟ كنت أشتغل بالمقاومة من جوا. صحيح ما كنت مقاتل، بس كنت قاعد بأمن سلاح للمقاتلين. هم مجموعة شباب من حيفا متحمسين زي حالاتي. صحيح إننا كنا عايشين مع اليهود ولا إشي صاير علينا، بس صدقيني ما كناش نقدر ننسى إنهم محتلين أرضنا، وإنهم قاعدين بيذبحوا وبيقتلوا بأهلينا بالضفة وبالقطاع. المهم هذوك الشباب
هروا نعمة الجيش الإسرائيلي عاد ما عملوا عمليات بترفع الراس، وما كانوش يطخوا إلا على العسكر، مش مثل ما بيشيعوا إنه بيقتلوا مدنية وما مدنية. إيش بدك بطولة السيرة؟ بليلة ما فيها ضوء قمر كنت قاعد بالبيت، ولا حدا من الأوادم بيفسد علي، تيجي 3 دوريات لعندي باخذوني أنا وبنتيني، زهرة وبيسان. زهرة عمرها 8 سنين وبيسان 6 سنين. وليش أخذوا البنتين؟ بدهم يضغطوا علي فيهم بالتحقيق، واضحة. حطوني بزنزانة بتحسيها كلها ملطخة بالدم، بدون ما يحكوش معي ولا كلمة. قعدت 2 3 بلا أكل وشرب. وبعدين دخل لعندي واحد قد اللوح بتعريفي بتشتريهوش، صار يحكي معي بالفلسطيني. مرحبا يا سرور، كيف حالك؟ تسألوني كيف حالك؟ تسألوا حالكم ليش جايبيني لهون؟ لا، انت بدك تقول لنا من غير ما نسأل. اصلا احنا تركناك هون ترتاح 2 3 حتى تجمع افكارك وتحكي لنا، واذا ما عجبناش حديثك بدنا نجرب معك طريقة ثانية، بس يمكن تكون قاسي شوي. بناتي ايش عملتوا فيها؟ بناتك هلا بالحفظ والصون. تعرف يا سرور، بصراحة ما فيش أغلى من الضنا. عموما سلامتهم تتوقف على اللي بدك تقول لنا إياه. انتوا سألتوني اشي وما جاوبت؟ عداك العيب. طيب يا سيدي، وإحنا راح نسألك، منين كنت تجيب الأسلحة اللي كنت تعطيها للمخربين؟ ومين هم المخربين اللي كنت تتعامل معاهم؟ وصدقني يا سرور، إذا حكيت السر بتطلع أنت وبناتك من هون معززين مكان. أنا بعرفش لا مخربين ولا بعمري حملت سلاح. يعني أعيد السؤال مرة ثانية. يا سيدي لو عدته 20 مرة يلي عم بقول لك إياه هو الصحيح. طيب، ومن هون صدقني بعرفش اشي. أنا قلت لك من هون حتى لو قتلتني قلت لك بعرفش. ظاهر إنك بتحب القلب. قلت لك بعرفش. لا يا حبيبي، مش راح نقتلك. ايش راح نستفيد اذا قتلناك؟ بيمشيش الحال. اصلا احنا اصلا القتل اخر اشي بنفكر فيه، وهلا مش راح نفكر فيه بالمره. صدقني بعرفش اي اشي من اللي قلته، صدقني يا سيدي. لا عبيد، احنا بنعرف ولا احنا اخدين عهد على نفسنا انه الواحد منا بيحكيش ولا كلمة لو على موته، وانا كنت مستعد لهالاشي، مستعد لكل هالعذاب. حتى بناتي لو هددوني فيهن رح اضلني اخرس. ما بتصور إذا عذبوا بناتك تضل ساكت. ما هاي القوة، انك تراهني على الاشي اللي واثقين منه هم جابوا بناتي
لحتى يحلوا عقدة لساني. رجع بعد 5 ساعات حتى يخلي أعصابي تنهار أكثر وأكثر. هم قاعدين يبكوا لحالهم من الخوف، بس احنا الله وكيلك، الله وكيلك بعد ما لمسناهم. انت اللي راح تعطينا امر نضل نضربهم لمنه يبطل يطلع صوتهم. هذول ما لهم ذنب. ايش ليه؟ هذول ما لهم ذنب. ذنبهم انك ابوهم، وانا ما هيش ذنب. ذنبك انك قاعد بحضننا وبتلتفت بعنا. ما اعرف شيء. اقتلوني موتوني اعملوا اللي بدكم فيني. بفهم من كلامك انه هذا امر إلنا لحتى بالليل. ما بعرفش شيء. ايش قلت؟ مش عارف شيء. عيدها مش سامع. ما بعرفش هيك شيء. سامعين ايش عم يقول؟ حرام عليكم! انت حرام عليكم! حرام عليكم! حرام عليكم! حرام عليكم! وما حكيت؟ هذول طفلتين، بس إذا حكيت في عيال كثير رح تروح، يعني رح يذبحوا رفقاتي وأهاليهم. بس هدول بناتك. ما كانوش يضربوهم على رؤوسهم، كانوا يضربوهم على إيديهم ورجليهم. بس هيك بكسرون، بيعطبون. ما قدرت أحكي، ما قدرت. لساني انسحب لحلقي وكنت رايح أختنق فيه. فكرك إذا حكيت رح يفلتوني، رح يقتلوني. ما احنا بنعرف الإسرائيليين، بنعرف سياستهم وبنعرف كيف بيفكروا منيح. شو صار بالبنات؟ فقدوا وعيهم من كثر القتل، وفعلا ما عادش طلع لهم صوت زي ما قال ابن الداشرة. ولك لا يكون هدول مش بناتك ولا. فوضت امركم الله ينتقم منكم على اللي عملتوه بالبنتين. انت بعدك ما شفتش اشي، هاي كلها لحمسي على اللي حواليها. انت عارف وين اخذوهم؟ اخذوهم يكملوا عليهم، يعني اقرا عليهم الفاتحه. خليهم يموتوا. هذول عصافير الجنة وانت خراب البيت. يعني ما طلبتش لا اكل ولا شرب. موتي من الجوع والعطش اشرف من اكلكم كله. على كل حال مش راح تموت من الجوع. هلا بخليهم يبعثوا لك شويه اكل منشان يقوى عظمك ومشان تضلك قوي قوي. بس بلا مي، ها بلا مي. هلا في عندي اجتماع رح اروح وبعدين برجع لك. ما اشتقتش لهاي؟ يخرب شيطانك، تعبتني، حرقتني. شو بدي اقول لك؟ معقول واحد مثلك بطل ويقول معقول؟ يا حيف يا حيف. على كل حال
المي الباردة أحسن من السخنة، ولا أنت إيش رأيك؟ البنات بيسلموا عليك، قالوا لي سلم لنا على أبوي كثير كثير السلام. الله لا يسلم فيك ولا عمي. ول هاي باين علينا ويانا قصة. إيش يصير ولا؟ بص بالك بقى. حكيوا بتفرقوش عن الختايرة الفلسطينية، تقولي ولداننا بطونهم، وأنا ما عادت تفرق معايا. صرت أرد عليه أكثر وأقول له أكثر من القرد ما مسخ الله، بخش لي بدني بالمسلة اللي حاملها. اضغط هون محل الألم. اضغط خلصني، اضغط. لا هلا صرت جاهز. جاهز لشو؟ جاهز للتعذيب. كل هادو لسه ما عذبك؟ آخ يا ست سلمى، بديش أحكي لك على كم آلة تعذيب حطوني، وبديش أحكي لك على الألم اللي تألمته والعذاب اللي تعذبته، لا بالأحلام ولا بالأفلام شفته، بس آخر مرة ما حدش فيه. ايش شايف هلا؟ بعدك عمل لي بطل وبتحمل يا بطل. شدوا بحكي ببوس رجليكم بحكي. وخسرت الرهان، رهان إني ما أحكي. لو كنت حديد بدك تحكي. كنت مفكر حالي أقوى من الحديد. ما في بني آدم أقوى من الحديد. معك حق، عرفت هالإشي متأخر. وصلوني لمرحلة بس بدي أوقف التعذيب، بس بدي أوقف الألم. ويلي وخزات المسلة ببدني، ويلي التعذيب فوقيهم. وأخذوا منك اللي بدهم إياه. بعد الوعد قايم يا سور، وشرفك على بالي. إذا بتحكي الصدق لا تطلع من هون أنت وبناتك معززين ومكرمين، ويا دار ما دخلك شر. وهاي المسجلة عم تسجل كلامي، يعني كلامي محسوب عليها. سرور، انت بعدك ما بتعرفنيش. انا اللي بكون معايا مليح بكون معاه املاح، وبكره راح تشوف وجه التاني اللي راح تحبه. ها يلا سمعني لاشوف. وبقيت البحصة اللي كنت مفكر حالي بلعتها، بقيتها. وقلت لهم عن أسماء رفقاتك؟ قلت لهم عن أسماء 3 من الشباب، أسمائهم وعناوينهم. يا ست سلمى، يلي شفته منهم ما خلاني أحس لا بالقضية ولا بالشباب. معذور، أكيد معذور. لا والله مش معذور يا ست سلمى، كان لازم أتحمل. حسيت حالي خاين بعد كل العذاب اللي تعذبته، بعد كل هالمقاومة، لو جبل كان انهد. مسكوا 2 من الشباب
من هبلنتن كان لازم يهربوا زي ما عملوا البقية. والاثنين اللي كمشوهم عذبوهم بنفس الطريقة وخبروا عن بقية الشباب. بعرفش بعدين ايش اللي صار، لأنهم طلعوني من السجن للحدود للأردن. أبعدوك؟ المهم إنه المحقق وفى بوعده معك. شو؟ ست سلمى إذا بتريدي ممكن تعطيني من وقتك دقيقتين بس. اسبقني على جنيني هلا بشوفك. لا لو سمحتي هلا، يعني هلا هي دقيقتين، كلياتهم دقيقتين بالإذن من أخي سرور. معلش ست سلمى، أنا تعبتك معي، بكرة مكفي. اسبقني لحقتك. بس أنت ما أكلتي فواكه. شكرا. على إذنك. الله معك. شو؟ مسافر على حلب؟ يعني ما بتعرف؟ بالسيارة ولا بالطيارة؟ لا بالباخرة، رايح بالسيارة لاني محتاج عينيك. تروح ترجع بالسلامة. واقف عندك. شو هاد؟ هذا وشم. وامتى عملتوها؟ هلا يعني تازة. ميزان؟ ايه ميزان، رمز العدالة الأسرية والاجتماعية والعالمية بابا. ولك مجنون انت؟ ليش بقى؟ لك مين بيحط الوشم غير الزعران والفلتانين والهبيين؟ بشكل او باخر هيبي، شو المشكلة؟ والله ماني مصدق انك ابني. كيف يعني مالك مصدق؟ شوف ربيع، إذا برجع من حلب وبلاقي الوشم على إيدك ساعتها لي تصرف تاني معك. بابا هذا الوشم انحفر باللحم، يعني ما بيروح إلا إذا راحت إيدي معه. لك هذا مين مخلفه أنت؟ للأسف أنا وياك. للأسف. الله يسامحكم. تروح ترجع بالسلامة يا بابا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله معك. الو تامر، بابا هلا. ولا يهمك، مع السلامة مع السلامة. ايه رياض، وين موجود انت هلا؟ معناته قريب. ابو ربيع طلع من البيت، الحقه قبل ما يوصل على البناية. الله معك. شو في؟ يا ست سلمى أنا خايف كتير. خير، هدي حالك. شبك، من شو خايف؟ خايف كون ناقل العدوى لبنتي. بنتك؟ بنتي. انت شو عم تقول؟ أنا بعد ما تورطت بالعلاقات النسائية بشي 6 شهور اتصلت مرتي فيني بالتليفون، وأنا كنت وقتها غايب عن البيت كم يوم. قالت لي إنه بنتي بالمستشفى، طارقتها بسكليت وإجا راسها على كنار الرصيف ونزفت كتير، ودم بنتي او ايجابي وما عم يلاقوا دم يعطوها. ركبت السياره انا وطرت على المستشفى مثل المجنون. انا بالسياره تذكرت انه انا دمي او ايجابي. مجرد ما وصلت لهنيك فعلا لقيت حاله البنت كثير تعبانه، فنقلت دم مني الها. يعني انت كنت مصاب وقت اللي اعطيتها من دمك؟ انا ما كنت بعرف اني منصاب، انا ما عرفت بهالشغله الا بعد حادثه البسكليت بسنه. وبالمستشفى ما عملوا لك تحليل قبل ما يعطوها؟ عملوا تحليل على اساس بده يشوفوا دمي او ايجابي، بس تحاليل ثانيه ما عملوا لانه كانت البنت حالتها خطره. يلي راعبني يا ست سلمى، خايف كون حامل الفيروس قبل ما اعطيها الدم. انت كيف بتعمل هيك؟ كيف بتعطيها من دمك بعد هذا التخبيص اللي خبصته؟ ليش انا اصلا كنت حاسب حساب الايدز من اصله. طيب وقت اللي عرفت انك انت حامل المرض، ليش ما عملت تحليل لبنتك مثل ما حللت لمرتك؟ المشكله انه انا تذكرت الحادثه كلياتها من ربع ساعه، لذلك ركضت لعندك لاسالك. فشو اعمل؟ يعني في رايك روح حل الله؟ طبعا، بس ان شاء الله يكون دمك نظيف وقت اللي اعطيتها اياه. معناته لازم اتصل بامها تاخذها فورا على التحليل. لازم فورا.
دخيلك يا ربي. ولي ما تطلع من صابه. ولي على قامتك يا اسعد. ولي على قامتك يا اسعد. طول بالك يا سيد اسعد. دكتور لو سمحت خلص طول بالك سيد اسعد. ايه رياض، وصلت سيارته رح يفوت على البناية. يا ابو الريشد ليش ما دريتوا انه نحن في عنا اولاد 9 واولاد 4؟ انتوا من اولاد ال9 وهن من اولاد ال4. يا ابو الريشد صار الله تعيش. لك ليش ما دريتوا انه نحن في عنا اولاد 9 واولاد 4؟ انتوا من اولاد ال9 وهن من اولاد ال4. رقصي يا سنيه ابو الريشد صار الله تعيش. ابو الريشد صار الله تعيش. رقصي يا سنيه. رقصي يا سنيه. انتوا من اولاد ال4 وهن من اولاد ال9. ورقصي يا سنيه. رقصي يا سنيه. رقصي يا سنيه. لا يا ابن الحرام لا. سيدي احكي مع سيادة العقيد انه لقيناه. ليش ما دريتوا انه نحن في عنا اولاد 9 واولاد 4؟ لك انتوا من اولاد ال4. احكي لنا سيادة العقيد. لقينا المشروع. مفهوم سيدي مفهوم. لا اطمن ما راح يفك المرة. مع السلامة. لازم نلاقي لنا شي قرني لحتى نسمع شو عم يحكي بدون ما يشوفنا. يا ابو الريش ان شاء الله تعيش. يا سنية. أنا متأكدة إنه حاطط عينه على سناء. معقول يكون حاببها؟ هيك بطلع من المولد بلا حماص، وبتكون هي أخذت البيضة والتأشيرة، لك وبكون أنا اللي جبت الدب لكرمي. لا 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 ما بظن، برهان أتقل من هيك. بس ليش ما عاد غازلني؟ ليك أجت هلا بسألها، بس إن شاء الله فاتت تتأخر شوي. سناء معي؟ لا. خجلانة؟ بلكي ناهد وفاتن اجوا بالصدفة وشافونا. لا اطمني ما بيجوا. ناهد كتير بتاخذ مع فاتن على المطاعم ليتغدوا. يا ستي إذا اجوا بقول لهم إني كنت عند مدير المستشفى تبعكم عم بشرب فنجان قهوة، وأنا وطالع شفتك بالصدفة، عرضت عليكي إني وصلتك على بيتكم بالسيارة. بالطريق قلت لك شو رأيك نتغدى؟ مانعتي بالأول، بعدين نزلتي. بتصير ولا ما بتصير؟ شو الموضوع الخاص اللي بدك تحكي معي؟ مستعجلة؟ مثل ما بدك. قبل ما أحكي فيه بدي أسألك شو رأيك فيه؟ انت رجال طيب وحباب كريم. طيب ما لاحظتي أي شيء تاني؟ مثل شو؟ مثل إني معجب فيكي
لاحظتي ولا ما لاحظتي؟ ما حيخطر لي انه واحد مثلك يعجب بوحدة مثلي. ليش؟ لأني كبير؟ لا ما هيك قصدت. لأنك فقيرة؟ يعني شو يعني؟ أنا بيوم من الأيام كنت فقير. ما بظن. هلا أنا لو ما أمي وأبي ورثوني هالقرشين كنت فقير مثلك. هذا الفرق الكبير بيني وبينك، انك انت من عيلة غنية وانا من عيلة فقيرة. على كل حال الفقر بحياته ما كان عيب. طبعا. بتحب توصي على اكل برهان بيك؟ منوصي. شوف الأنسة شو بتحب. معناتها بيت حلب هو البيت اللي فتله. بيقعد عنا بالبيت 4 أيام، بهداك البيت 3 أيام. أنت شو رأيك تامر؟ واضحة. أبوك يا متزوج يا عنده صاحبة. متزوج؟ يا هيك يا هيك، بس على الأغلب إنه متزوج. تعرف ليش؟ لأنه الصاحبة ما بدها بيت تسكن فيه، بينما الزوجة بتصر إنه يكون عندها بيت، لأنه هذا من حقها. ربيع، إذا أبوك متزوج لا تزعل، لأنه هذا من حقه، بلكي أمك ما عم تهتم فيه. لك ليش هو بيقعد معنا يعرف إذا مهتم فيه ولا لا؟ هلا لما قرر يقعد شوف وين قعد. إذا أبوك متزوج بالحلال وين المشكلة؟ أنا أشوفه متزوج غير أمي؟ إي والله باكل جوزة حلقة. مع إنه لك اعتراض على علاقة أمك فيك. هو السبب. غيابه المتواصل عن البيت هو اللي مأهمله ومأهملني ومأهمل أخي. ما بعرف ربيع، عم تحكي عن أبوك كأنه ألد أعدائك. إذا وصلك هذا الإحساس مني بيكون هو اللي زرعه فيي. بس الأب أب، تعرف شو يعني أب؟ يعني أنا ما بحسه إنه أبي غير لما بيقول لي كلمة يا ابني. يا ريتها بتطلع من قلبه. ها، الواحد دائما بيوقف مع أمه ضد أبوه. ربيع، هاي المشاعر والأحاسيس اللي عم تحسها هاي مو منيحة، هاي ممكن تسود لك كل حياتك. المهم هلا كيف بدنا نعرف مين ساكن معه بالبيت؟ مثل ما عرفت لك البيت اللي فات عليه، رح أعرف لك مين ساكن بالبيت. الشباب قالوا لي إنه في مكتب عقاري بالشارع ورح نعرف. ربيع، إذا أبوك طلع متزوج شو رح تعمل؟ ما بعرف. ما بعرف. شوفي سناء، أنا أهم شيء عندي الصراحة. لا بحب المراوغة ولا الخداع. لهيك اسمعيني منيح. أنا ارتحت لك بشكل غريب. أنا بحياتي ما ارتحت لبنت بهالشكل. بصراحة أكتر، أنت دخلتي لقلبي مثل القذيفة. أنا ما بدي منك شيء سوى إنه نقعد لحالنا وبأماكن عامة هيك مثل المطعم هذا، نقعد سوا ونحكي. يعني عم تعرض علي مشروع صداقة؟ ما في كلمة تانية بتحل محلها. صداقة بريئة مبنية على التفاهم والود، وإذا هيك مشروع ما بتلاقيه مناسب اعتبريني ما حكيت. وإذا هالشي بتلاقيه بيتعارض مع أخلاقك أنا بتفهم الموضوع وبنسى. وإذا ما رح تزبط معك صداقة واحد بسني كمان ممكن نتفهم. وعيك تنحرجي وعيك تحس بحساب زعلي، أنت الأهم. طيب ليش ما عرضت المشروع هذا على فاتن أو ناهد؟ سناء، أنت الظاهر ما كنت عم تسمعيني. مبلا، سمعتك منيح. شو قلتي؟ بدون ما تعرف فاتن وناهد؟ إذا بيهمك إنهم يعرفوا أنا بحكي قدامهم هالشي. بيكون أحسن. يعني موافقة؟ موافقة. إذا خلينا نحتفل بهالمناسبة. شو ناهد؟ كثير متوترة. لا، لأنه ما في بالعادة سنة تتأخر هيك. ايه وانتي كمان مالك بالعادة تقلقي عليها لهي الدرجة. قلبي حاسسني إنه صاير لي شيء. لا اطمني، بتكون معزومة عند شي وحدة من رفقاتها على الغداء واخذهم الحكي. طيب هي رفيقتها ما عندها تليفون تتصل فيه تطمنا عنها؟ انتي خايفة تكون مع برهان،
معقول تكون معه؟ ده انت راسك من نفسك قوي. ايه؟ مش خايف من الموت؟ انت لو قتلتني دلوقتي هيطلع بتالي 1 و2 و10 ومئات. الموت اللي يبدي اجيال. يا ترى انت مسكينه ولا بتستاهلي اللي عم يعملوا فيكي بابا؟ امسكي هدول. مشان شو هدول؟ مبلغ بسيط مشان تشتري فيهم شوية ثياب. ما بقدر اخذهم هدول سيد برهان. بدك تاخديهم وانت عم تضحكي وتلعبي. شو نسيتي انه نحن صرنا اصدقاء وبدنا نفوت ونطلع سوا؟ دي لازم تكوني على مستوى، صح؟ سيد برهان هلا لا تزعليني منك، انا كنت مقرر انه كلياتكم تشتروا فساتين جديدة حتى وقت اللي بنسهر مع ضيوفي تكونوا على مستوى. انا كنت مقرر هاليومين اعطيكم مصاري. وقت بدك تعطي فاتن وناهد باخذ معهم. انت غير هن، وقت اللي بدي اعطيهم مصاري حبعطيكي مثلهم. سكي لا تزعليني منك. قل لك انا رح امرق على البيت بالاول جيب شويه مصاري. بتحبي واصلك بالاول ولا تطلعي معي على البيت وبعدين بنكمل سوا؟ لا وصلني بالاول. بس بيتي على طريق بيتكم، لا تخافي ما رح اقول لك تفضلي. لو ما كانت مرتي بالبيت كنت شربتك فنجان قهوه غصب عنك، بس مرتي بتغار شو بدي اعمل. سناء، نحن اتفقنا نكون اصدقاء، غير هيك لا. خوف مني ما في، مفهوم؟ مينو؟ يا جارك ابو شكري، جاي عندك تلعيب مثل الظروف اللي عندي؟ لك ان شاء الله تضرب انت وضيوفك. يعطيك العافيه حجي، روح على البيت. نعيما، شايف ما احلاك وانت على حقيقتك؟ شايف؟ انا ابو ريش ان شاء الله تعيش. ان شاء الله تموت.